لو وصلك جواب من شخص مات تصدق؟ دي قصة حقيقية وموثقة، ومش فيلم رعب ولا حاجة. يلا بينا نبدأ. دانيال كارتر شاب عنده 27 سنة، عايش في قرية صغيرة اسمها جرينفيل، ومن عيلة بسيطة. أبوه روبرت كارتر وأمه إيلين كارتر. دانيال كان معروف عنه إنه كتوم، دايما شايل هم الناس حواليه، بس نادرا ما يتكلم عن اللي جواه. في صيف في سنة 2002 دانيال مات في حادثة عربية على طريق سريع قريب من القرية بتاعته. التحقيق قال حادثة عادية، مفيش شبهة جنائية، والملف اتقفل. العيلة انهارت، البيت سكت فجأة، غرفته فضلت مقفولة زي ما هي. بعد 3 شهور بالظبط أمه فتحت صندوق البريد ولقت جواب مكتوب بخط إيد دانيال. الجواب كان بسيط بس مرعب: ماما، أنا آسف إني مشيت من غير ما أقول اللي جوايا. أمه افتكرت إن دي نكتة سخيفة، بس الخط، التوقيع، تفاصيل صغيرة عن حاجات بينهم محدش يعرفها غير ابنها. بعد أسبوع جواب تاني، وبعد أسبوع تاني جواب تالت. كل رسالة كانت بتحكي عن حاجة ندم عليها دانيال، أو كلمة ما قالهاش، أو موقف عدى وسكت عنه. وفي رسالة كتب حاجة خلت العيلة تخاف فعلا: خدوا بالكم، الشخص اللي دايما بيضحك هو أكتر واحد شايل. الشرطة اتبلغت، فتشوا البيت، فتشوا الجيران، راجعوا خط البريد، ملقوش أي دليل إن حد بيقلد الخط ولا إن حد من العيلة ليه مصلحة. الرسائل استمرت أكتر من 2 كاملين. 2 مش كتير، بس كفاية تخلي الجرح بتاع العيلة دي كلها دايما مفتوح. آخر رسالة وصلت كانت أقصر رسالة: كنت محتاج بس حد يسمعني، دلوقتي خلاص. بعدها ولا رسالة تانية ولا أي أثر. القضية اتقفلت رسميا بعنوان No explanation found. طبعا لو القصة عجبتك اعمل سبسكرايب ولايك وكومنت، واستنى القصص الجاية.